مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة معايا وصفة جديدة حقيقي أنا اتغشيت فيها. كنا زمان ودايما وطول الوقت بنجيب قمر الدين على اعتبار ان هو مشمش. النهاردة هنعمل قمر الدين بس ملوش علاقة بالمشمش خالص، ولا البرتقان ولا أي حاجة. معانا ايه بقى؟ معانا جزر، المكون اللي ما كنتش متوقعة أبدا انه يعمل لنا قمر الدين بالطعم ده كيلو جزر متقشر ومغسول. لو عايزة تقطعيه شرايح قطعيه، عايزة تبشريه زي ما انا هبشره هسهلي كتير قوي. يبقى هنغسله وكمان هنبشره زي ما هنشوف. ده كيلو واحد بس. كل اللي هنتكلفه حاجات بسيطة خالص من البيت. زي ما احنا شايفين كده انا بشرت الكيلو كله. كيلو الجزر ب10 جنيه، يعني حاجة كده لا تذكر. وكمان في ب8، يعني حاجة مش غالية خالص. الوصفة دي عشان تبقى مظبوطة هنحتاج لها نص كيلو سكر، بس انا ما ضفتش نص كيلو، انا حبيت اقلل الكمية لان انا عايزة اشوف الوصفة دي هتبقى عاملة ازاي. دول 400 جرام، يبقى اقل حاجة 400، والمعيار اللي اعلى من كده نص كيلو بالظبط. دي معلقة ملح ليمون، لو مش عايزة تستخدمي ملح الليمون ما تستخدميهوش وضيفي عصير ليمونة كبيرة. يعني البديل عندك اهو، يا اما ملح ليمون معلقة كبيرة، او انك تستخدمي عصير ليمونة، ليمونة حلوة كده يكون فيها مية كويس. هرفع السكر والعصير عفوا والجزر المبشور وكمان ملح ليمون على النار. هيقعد قد ايه الحاجات دي؟ هتقعد حوالي ساعة الا ربع. مش هضيف اي حاجة تانية زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى كيلو جزر مبشور او متقطع زي ما تفضلي، عليه 400 جرام سكر، عليه معلقة كبيرة ملح ليمون. زي ما احنا شايفين كده اخد وقته خالص ونزل العصارة بتاعته. الوصفة دي سهلة جدا جدا جدا، وحقيقي والله هتعجبكم كتير. هنا انا معايا حوالي ربع كوباية. المية دي فترة. انا هضيف هنا معلقتين كبار جيلاتين حلال، هتجيبيه من عند اي عطار. معلقتين كبار. يبقى كيلو الجزر هيحتاج معلقتين، معلقة هرمية بالمعلقة الطعام، وكمان 4 معالق نشا. تمام كده. يبقى 4 نشا و2 جيلاتين حلال. انا كنت المفروض اضرب الجزر ده قبل ما اضيف الحاجات دي، بس انا حبيت ان انا ما اضربوش في الخلاط او بالهاند بليدر الا لما اضيف الجيلاتين والنشا. ليه انا عملت الخطوة دي قبل دي؟ علشان خاطر لما اضربه ما لاقيش فيه اي تكتلات بعد كده خالص. ويستحسن انك تعمليه في الخلاط. الخلاط هيخليه انعم وانعم. تمام كده. خلاص انا كنت كده ضربته ورجعته على النار تاني عشان يكمل التسوية بتاعته لغاية ما نشوف كده الغليان او البكبكة دي، لانه خلاص كده مفهوش سوائل تاني، فهيبتدي يبكبك كده. ده دليل على انه خلاص استوى كويس. يبقى كيلو الجزر هيحتاج 400 جرام سكر او 500 حسب ما انتي بتحبي السكر بتاعه. وهنضيف معلقة كبيرة من ملح الليمون او عصير ليمونة كبيرة. هنرفع الكلام ده على النار. هنرجع تاني بعد ما يقعد ساعة إلا ربع أو بالكتير ساعة، هننزله يهدى وهنضيف له 4 معالق نشا، وكمان معلقتين جيلاتين حلال هندوبهم مع بعض وهننزل بيهم على الجزر بتاعنا. بعد ما هنضرب كل الحاجات دي مع بعض وهنرفعها على النار تاني، هنوصل المرحلة دي بقى. هتجيبي صينية هتبخي فيها بخة زيت خفيفة جدا، وطبعا هتكوني فاردة فيها يا إما أكياس تلاجة أو استرتش راب. اللي موجود عندك كيس تلاجة هينفع، والاسترتش كمان هينفع. هتبتدي تفرديه بالصورة دي. هياخد منك بس مجهود خفيف في انك تخليه كله في مستوى واحد. تمام كده. هتفرديه في صواني، هياخد صينيتين، هياخد 3، زي حجم الصواني بتاعتك ما تكون. انا بقدر الامكان كنت بسويه كده عشان يكون مستوي.
حاولي كده بسباتيولا بالراحة خالص تسويه. هنا بعد ما كان خلاص بقى قعد يومين، حبيت أجرب وخدت جزء، دفيت كوباية مية زي الطريقة العادية وقطعت فيها حتة كده، أنا كنت بدوب فيه، كنت عايزة أشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. بصراحة كان طعمه هايل جدا جدا جدا. الوصفة دي ناجحة يا جماعة 100%. بعد ما طبعا قعد يومين أو يومين ونص، وهو مفروض في الصواني دي طبعا في مكان طبعا ما فيهوش أي تراب أو أي حاجة، علشان نحتفظ بيه ويكون يعني كويس. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي هخرجه من على الأكياس. بصراحة تحفة خالص. في ناس بتقول لازم نضيف له عصير ليمون، عفوا عصير كوباية عصير برتقال أو يوسفي أو أي حاجة من الحاجات دي، أو أكياس الجيلي اللي هي المشمش أو البرتقان أو أي نوع من الحاجات دي. الحاجات دي كلها مش هتعمل أي حاجة، بالعكس الطريقة السهلة البسيطة إن احنا نستخدم الجزر والسكر وكمان معاه ملح ليمون أو عصير ليمون، هي دي الطريقة المظبوطة واللي هتخرج لنا نتيجة تحفة زي ما احنا شايفين كده. اللهم بارك، زي الجاهز بالظبط، زي الجاهز بالظبط. يبقى احنا مش هنحتاج عصير برتقال، مش هنحتاج يوسفي، مش هنحتاج جيلي. آه هنعمل الطريقة السهلة البسيطة دي هتخرج لنا نتيجة تحفة جدا زي ما احنا شايفين كده بالظبط. اللهم بارك. كان قمر الدين حلو جدا، وكمان نتيجته ناجحة 100%. لو جربتوا الطريقة دي صدقوني هتعجبكم قوي. وهي مش موفرة بس، لا ده انت كمان هتعملي حاجة انت عارفاها معمولة ازاي، وكمان هتطمني انك تعمليها لولادك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو الوصفة دي عجبتكم واستفدتوا منها، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو تقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة دي. وطبعا يا ريت تجربوها عشان تستفيدوا منها. لفة القمر الدين دي أعلى حاجة منها ب130، أو كمان ممكن تكون أغلى من كده. الوصفة دي كلها يا جماعة ما كلفتنيش أي حاجة خالص. كيلو الجزر سعره لا يذكر، حاجة كده بسيطة خالص، والسكر من البيت والنشا في البيت، أغلب المكونات بتاعتها في البيت. بالعكس هنعمل حاجة نظيفة حلوة قوي لولادنا، مش مكلفة، ومطمنين طبعا إن احنا اللي عملناها بإيدينا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك سعيد عليكم يا رب. ربنا يرزقكم السعادة والرضا والرزق الواسع. انا كده هغلفها وهدخلها التلاجة للوقت اللي انا حابة ان انا استخدمها فيه. التجهيزات دي طبعا بتوفر وقت ومجهود، وتوفر طبعا فلوس. لو عملتوها مش هتندموا خالص. والكيلو الجزر عمل كمية كويسة، ده طبعا غير اللي جربته. اللهم بارك.